مرحبا بكم في هاد الليلة الهادئة مع ثقافة في المخدة. غمضوا عينيكم ونوروا عقولكم وارتاحوا. اليوم غادي نغوصوا في أعماق البحر باش نكتشفوا سر كنشموه ديما ملي كنشريو الحوت، ريحة الزفورية. علاش الحوت عنده هاد الريحة؟ السر الأول اللي خصنا نعرفوه هو أن الحوت وهو حي في البحر أو يلا خرج من الماء ما فيهش هاد الريحة بصفة نهائية. هاد الريحة المجهدة كتبان غير ملي كيموت، والسبب كاين في واحد المادة كيميائية عجيبة في ذاته سميتها TMAO. ملي كيموت الحوت البكتيريا كتقلب على الأكسجين وكتحيد ذرة ديال الأكسجين من هاد المادة وكتحولها لمادة أخرى كتعطي ديك الريحة القوية اللي كنسميوها الزفورية. ولكن علاش الحوت عنده هاد المادة أصلاً؟ كما كنعرفوا ما ديال البحر مالح بزاف، وقوانين الطبيعة كتقول باللي الملوحية كتجر الماء، يعني البحر كان يقدر ينشف الحوتة من الماء اللي في داخلها. على قبل هاد الشي الحوت كيستعمل هاد المادة باش يقاد الضغط ويحافظ على الماء في ذاته. وكل ما كان الحوت عايش غارق بزاف في أعماق البحر كتكون عنده هاد المادة كتيرة باش يقاوم الضغط الكبير ديال الماء. يعني حوت الأعماق ريحته كتكون مجهدة أكتر من اللي كيموت. أما حوت الويدان والسدود حيت ما عايش في الماء المالح ما عندوش هاد المادة، داكشي علاش ريحته كتكون خفيفة بزاف. وكاين سبب آخر، الزيوت والدهون اللي في الحوت بحال أوميغا 3 ملي كتقيسها السخونية والضوء كتأكسد بالزربة وكتزيد تقوي ديك الريحة. إذن هاد الريحة هي غير طبيعة وكيمياء باش يقدر الحوت يعيش في ديك البيئة الصعيمة ديال البحر. كنتمنى نكون خففت عليكم. بقاو على خير وأحلام سعيدة ومريحة مع ثقافة في المخدة.